ماهر الكنزاني. منذ توليه تدريب الترجي الفريق مقدمش الأداء المنتظر من فريق بحجم الترجي. صحيح النتائج كانت في بعض المباريات كانت مقبولة، لكن الأداء العام مش ثابت، منقطع، ما يعكسش قيمة الأسماء الموجودة في الرصيد البشري. أول مشكل غياب الهوية التكتيكية، الفريق ما عندوش شخصية واضحة، مرة ضغط عالي، مرة تراجع غير مبرر، مرة لاعب عشوائي بدون أفكار هجومية واضحة. الترجي لازم يكون عنده أسلوب معروف يخوف المنافس قبل ما تبدأ المباراة. ثاني مشكل سوء استغلال الرصيد البشري. الترجي عمل الانتدابات، عنده لاعبين قادرين يصنعوا الفارق، لكن الأسماء ما لقاتش مكانها الصحيح. اختيارات في التشكيلة ما كانتش ديما منطقية بالنسبة للجمهور والمتابعين. ثالث مشكل ضعف ردة الفعل أثناء المباريات. في برشا مقابلات التغييرات جات متأخرة، والقراءة التكتيكية للمباريات كانت محدودة. المدرب الكبير لازم يعرف كيفاش يقلب المباراة مش يتفرج فيها. رابع مشكل الضغط الجماهيري والأهداف الكبيرة. تدريب الترجي مش تدريب فريق عادي، الضغط الكبير والجمهور يطلب ألقاب مش تجارب. المرحلة هذه تتطلب مدرب عنده تجربة قارية، شخصية قوية، قدرة على تسيير النجوم والمباريات الكبيرة. الخلاصة، الموضوع مش شخصي ضد ماهر الكنزاري، لكن الترجي اليوم يحتاج مدرب بخبرة أعلى، هوية، لعب واضحة، قرارات قوية في لحظات صعبة، قدرة على المنافسة القارية مش المحلية فقط. التغيير مش ضعف، التغيير ممكن يكون الحل باش الترجي يرجع للهيبة الإفريقية والمحلية.